اعتبرها رئيس الوزراء الرائدة وطنيا في الاستثمار وتوفير الطاقة الشغيلة واستقطاب الوارد منها، وهي التي تحتل المرتبة الرابعة من حيث مؤشر التنمية وطنيا. اليوم غرة مارس 2019 أدى السيد يوسف الشاهد زيارة مميزة ومثمرة مصحوبا بثلة من أعضاء الحكومة، زيارة أتت بعد 20 سنة إلى ولاية المنستير، وقد حملت حقيبته زهاء المليارين من الدينار التونسي لمزيد الاستثمارات وتجديد البنية التحتية بالولاية. كانت في شهر ماي سنة 99 اليوم سيد رئيس الحكومة كما عهدناه دائما شجاعا يتحلى بالشجاعة ولا يخاف في قول الحق لومة لائما، كما كان دائما يدافع عن كل التونسيين دون استثناء. يزور المنستير ليسري لأهلها وليسري لمواطنيها وليسري لممثلي الشعب فيها وليسري لمختلف مكونات المجتمع المدني فيها، ويأتي أيضا محملا بمجموعة من القرارات والإنجازات التي سيضرب بها موعدا جديدا مع التاريخ في هذه الجهة. أريد في الحقيقة أن أعبر عن سعادتي اليوم لأن هنا ولاية المنستير، الولاية هذه اللي عندها مكانة خاصة عند التوانسة الكل في الحقيقة. المكانة هذه مرتبطة في جزء كبير بالدور الهام اللي لعبته ولاية المنستير في التاريخ المعاصر بتاع تونس، في الدور الكبير اللي لعبته في حركة التحرر الوطني ومسيرة تحرر بلادنا من الاستعمار، ولكن أيضا الدور الكبير والهام في بناء الدولة الوطنية. حتى حد اليوم في تونس ما ينسى أن ولاية المنستير هي مسقط رأس الزعيم محمود بورقيبة، لأن باني الدولة الحديثة واللي اليوم الإرث نتاعو أصبح ملك مشترك لكل التونسيين، واللي أنا اليوم أمامكم ما نجم إلا أن أنحني إجلالا لذكراه. هذا الزعيم العظيم الذي قاد معركة التحرر الوطني في مرحلة أولى، ثم معركة بناء الدولة الوطنية في مرحلة ثانية، واليوم بعد عشرات السنوات يثبت يوما بعد يوم عمق الرؤية بتاعه وصواب الخيارات الكبرى اللي رسمها لبلادنا في عديد من المجالات. سيدي وزير الشؤون الثقافية، بربي مركز الفنون الدرامية، أنا نعرف أن عندك برنامج كبير في وطموحك أنك باش تخلق مراكز فنون الدرامية في كل الجمهورية، وأنا أحييك على ذلك. وعدت أنه مش نعملوا مركز، وأنت تعرف أنه مركز فنون الدرامية في المنستير، وأنت تعرف قداش عندنا ممثلين ما عندهم وين يمشي وعندهم إبداعات كبيرة، ويلزم لابد أن يكون هناك مركز. وأحييك على البرنامج نتاعك وإن شاء الله تعاوننا فيه وبارك الله فيك. السيد رئيس الحكومة على زيارة موفقة، والمجلس الجهوي الممتاز والسيدة والسادة أعضاء الحكومة المرافقين. بعد الكلمة الرائعة والممتازة للسيد رئيس الحكومة، أنا الكلمة اللي حضرتها أصبحت غير قابلة للاستعمال، لأن السيد رئيس الحكومة أجاب كل نداء. كلمتي باش تتغير وباش نجتهد ستكون سياسية لعلها أكثر من اللي تكون تنموية. هنا شفنا معنا البنية التحتية وربط مدينة المنستير بطريق السيارة ومسائل بيئية والقطب التكنولوجي وصناعات الأدوية إلى آخره. وبالتالي أنا نحب نقول كسياسيا عندما راهن العديد من النواب منذ أكثر من سنة أو سنتين على السيد رئيس الحكومة والفريق التابع له، واعتبرناه شاب شجاع وناجح ويحمل طموحات أبناء الشعب التونسي. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا كنا في جلسة ممتازة للمجلس الجهوي لولاية المنستير، وتحدثنا على الأوضاع العامة، الأوضاع الاقتصادية، الأوضاع الاجتماعية،
والأوضاع البيئية في ولاية منستير. نحب نقول أنه احنا الفكرة اليوم ما جيناش أنه باش نعلنوا قرارات فقط بطريقة اعتباطية أو معناها تكون حزمة متاع قرارات في غياب رؤية أو نظرة استشرافية. فتشخيص في ولاية منستير يعطي أنه هذه الولاية حققت حركية اقتصادية هامة في السنوات الأخيرة، حققت نتائج اقتصادية وشفنا نجاحات هامة في ولاية منستير. اليوم شفنا في القطب أو في مناطق الصناعية الأخرى نسبة البطالة في ولاية منستير أعتقد في حدود 6.1%. يعني هناك حركية اقتصادية إيجابية ونطمح أنها تتطور أكثر. يبقى أن هذه الحركية خلقت ضغط كبير على الموارد الطبيعية، خلقت أيضا تلوث وربما بيئة متدهورة. وشفنا اليوم في جل التدخلات تاع السادة النواب أو رؤساء البلديات أو المواطنين اللي شفتهم اليوم في أحياء في حي شعبي في المكنين، يعني المطلب البيئي مطلب ملح جدا. واليوم المعادلة إذا نحبوا نستشرفوا المستقبل في ولاية المنستير هو كيف يمكن أن نحقق التطور الاقتصادي ونستقطب الاستثمارات في ولاية المنستير مع المحافظة على البيئة، مع المحافظة على البيئة للأجيال القادمة، وحتى نحقق تقدم وتنمية مستدامة. فاليوم هذا هو التوجه، هذه هي المعادلة اللي طرحناها لولاية المنستير للتنمية في ولاية المنستير، التقدم الاقتصادي فعلا ولكن بالمحافظة على البيئة وبتوفير مناخ عيش سليم للمواطنين بأبسط مقومات البيئة السليمة. فكان هناك قرارات بالجملة تقريبا 74 قرار وقع اتخاذهم يعلن عليهم السيد الوالي والسيد الوزراء بالتفصيل، ولكن ركزنا على بعض حسب هذه المعادلة تحدثت عليها. ركزنا على مجال البيئة، تقريب قرارات هامة في مجال البيئة معناها لربط شبكات التطهير في عديد من المعتمديات، مد قنوات التطهير فمحطات تحلية محطات تطهير إلى آخره. كذلك البنية التحتية وربط ولاية المنستير بالطريق السيارة. اليوم يعني ولاية أصبحت مرة أخرى بالتطور الاقتصادي اكتظاظ كبير صاير، فسيقع ربطها بالطريق السيارة ومعطيات أخرى يقع الإعلان عليها من طرف السيد وزير التجهيز في مجال البنية التحتية. كذلك جانب مهم هو الجانب الثقافي. قلنا أن ولاية منستير تسخر بمخزون ثقافي تاريخي يبوأ هذه الولاية أن تكون عندها يعني قطب سياحي ثقافي هام نظرا لما تسخر به هذه الجهة. عديد من القرارات في مجال الثقافة. كذلك كنا نقول أن هذه الولاية وصلت للمكانة هذه التقدم الاقتصادي اللي قدمته المنستير في 20 أو 30 سنة الأخيرة جاي من ثقافة العمل، وأنا ديما نأكد على ثقافة العمل وثقافة البذل. ما فما حتى شيء يجي من العمل، ونحب نحيي مؤسسات في ولاية منستير ورجال الأعمال اللي استثمروا وخاطروا وساهموا في تقدم هذه الولاية. فالثقافة هذه، وقلت ربما الثقافة هذه كان القائد نتاعها الزعيم الحبيب بورقيبة، وذاك علاش أعلنا على معنى تفعيل ووضع مركز دولي للزعيم الحبيب بورقيبة للبحث والتفكير، يلم الأكاديميين يلم الجامعيين لتطوير البحوث في هذا المجال. فعديد من القرارات. أهم شيء زاد اليوم أنه كل هذه القرارات المبرمجة والتي سيقع الإعلان عليها بالتفصيل وسيقع نشرها مربوطة بأجال معينة حتى معناها نرجع مصداقية الدولة، وحتى تكون هناك ثقة بين المواطن والدولة. والسادة النواب عندهم دور رقابي على الحكومة. فكل هذه القرارات سيقع متابعتها. أهم شيء هي آلية المتابعة، هي تكون مدقة بتاريخ انطلاق أشغال أو بتاريخ انطلاق طلب عروض أو بتاريخ انطلاق الدراسات. هذا الكل اليوم موجود في القرارات هذه. السادة النواب سيقوموا وسادة رؤساء البلديات أيضا بمتابعة هذه القرارات. فأنا اليوم متفائل كي نشوف الحركية الكبيرة في ولاية منستير. ثم برشا صعوبات طبعا، وفما صعوبات مرتبطة بالوضع العام في البلاد، معناها الوضع المالية العمومية طبعا يأثر على الوضع الولايات والاعتمادات إلى آخره. ولكن بالرغم من هذاك أعتقد أن الحكومة استثمرت وستستثمر في ولاية المنستير، وهذا استثمار في محله في مكانه، لأن الولاية هذه أثبتت أنها قادرة معناها على العطاء وقادرة على البذل. فأعتقد هناك العديد من الأشياء الإيجابية اليوم شفتها أنا في ولاية منستير. العديد معناها من الروح الإيجابية متاع الناس تحب تخدم. شفت شباب حقيقة مبدع في القطب التكنولوجي وعنده عزيمة وإرادة، وبالعزيمة والإرادة نحن قادرين على تخطي كل الصعوبات. هذا هو إن شاء الله، ونخلي السيد الوالي والسيد الوزراء يعطيوا تفاصيل تاع القرارات. شكرا لكم. شكرا.
تقدر نطولوا شويه على خاطر مش نعرضوا كل القرارات التي وقع الإعلان عنها، وإذا كان ثم قرار مش واضح تنجموا تطرحوا السؤال ونحن جاهزين باش نجاوبوك. فضلا على ما تفضل به السيد وزير التجهيز والإسكان في خصوص مجال المسالك والطرقات وحماية المدن من الفيضانات، وما تفضل به السيد وزير البيئة والتهيئة البيئة والشؤون المحلية. نزيد نأكد على مشروع الأهم مشروع يعتبر لولاية المنستير هو تخصيص اعتماد قدر 81 مليون دينار لإنجاز أشغال بناء عدد 3 محطات تطهير تتوزع بين محطة تطهير بالقطب التكنولوجي ومحطة تطهير صناعية بالمكنين ومحطة تطهير منزلية بمنزل حياة، وربط مدينة سيدي بنور وعميرة الحجاج بشبكة التطهير على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. أيضا اعتماد جملي قدره 41 مليون دينار لتجديد 100 كيلومتر من شبكة التطهير المهترئة في كامل ولاية المنستير، وهذا يعتبر قرار رائد واستجابة لطلبات كل مواطني ولاية المنستير باعتبار اهتراء شبكة التطهير بهذه الولاية منذ سنوات. اعتماد قدر 11 مليون دينار لإنجاز أشغال مشروع تهذيب منظومة تحويل المياه المستعملة بمدينتي طبلبة والبقالة على أن يقع الإعلان عن طلب العروض قبل موفى شهر مارس 2019، يعني قبل موفى هذا الشهر. أيضا تم تخصيص اعتماد قدره 2.5 مليون دينار من طرف صندوق حماية المناطق السياحية لإنجاز مشروع تهيئة كورنيش القراعية بالمنستير والإعلان فورا عن طلب العروض على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. أيضا تخصيص اعتماد قدره 500 ألف دينار لتمويل الانطلاق الفوري في إعداد دراسة شاملة لمشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري. نعرفوا اللي كل نزول المنطقة السياحية يشكو من عملية الانجراف البحري اللي قاعدة تنقص في الشواطئ نتاع مدينة المنستير، مع تخصيص اعتماد مبدئي قدره 20 مليون دينار لإنجاز القسط الأول على مسافة 6 كيلومتر. هذا أيضا يعتبر من المشاريع الرائدة. في مجال الفلاحة والصيد البحري تخصيص اعتماد قدره 3.5 مليون دينار لتأهيل مركز التكوين المهني في الصيد البحري بطبلبة، ونعرفوا قيمة منظومة الصيد البحري خاصة أمام توسعة ميناء الصيد البحري باعتمادات تقدر ب 56 مليون دينار في طبلبة، وللأشغال اليوم شرفت على 30%. قرر السيد رئيس الحكومة تخصيص هذا الاعتماد لتأهيل مركز التكوين المهني في الصيد البحري. أيضا تخصيص اعتماد مبدئي قدره 2 مليون دينار لحماية وتوسعة ميناء الصيد البحري بصيادة، وهو مطلب لبحارة صيادة، والإذن بالانطلاق الفوري في الدراسة التكميلية لتحديد الكلفة النهائية على أن تنطلق الأشغال خلال شهر جوان 2020. تخصيص اعتماد قدره 1.4 مليون دينار لإعادة تهيئة المسالك الفلاحية. في مجال الصحة انطلاق الدراسات لإنجاز مشروع بناء 3 أقسام جديدة لطب والجراحة والأمراض النفسية للأطفال، يعني قسم طب الأطفال، قسم جراحة الأطفال، وقسم الأمراض النفسية للأطفال، باش يقع نقلتهم الكل إلى مركز التوليد وطب الولدان بالمنستير، مع إعادة توظيف الفضاءات المخصصة حاليا للأقسام المذكورة، يعني اللي موجود فيها توا جراحة الأطفال وطب الأطفال والطب النفسي للأطفال. تخصيص هذه الوحدة لتهيئتها لوحدة زرع الكبد للأطفال وقسم أمراض الغدد بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة، وذلك قبل موفى سنة 2019 على أن ينطلق إنجاز هذا المشروع مع بداية سنة 2020. تخصيص 1 مليون دينار لتهيئة قسم ب لأمراض القلب والشرايين. نعرفوا عن قسم لأمراض القلب والشرايين لم يعد يستجيب للخدمات الطبية في مستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة. وقع تخصيص 1 مليون دينار لتهيئة قسم ب لأمراض القلب والشرايين على أن تنطلق الأشغال قبل موفى سنة 2019. تخصيص 800 ألف دينار لإحداث وحدة لتصفية الدم بالمستشفى الجهوي بالمكنين وانطلاق الأشغال قبل موفى سنة 2019. أيضا الإذن باستكمال وتهيئة وتجهيز قسم العامة وقاعة العمليات بالمستشفى المحلي بجمال وتوفير الموارد البشرية الضرورية قبل موفى شهر جوان 2019. بالنسبة للمجال الثقافي اعتبارا للمكانة المحورية للزعيم الراحل لحبيب بورقيبة في المسألة في مدنية الدولة وفي الفكر التحديثي، أذن السيد رئيس الحكومة بإحداث مركز دولي للدراسات والبحوث يسمى مركز الزعيم لحبيب بورقيبة الدولي للفكر والتحديث بالمتحف الكائن بحومة الطرابلسية بمدينة المستير، ليكون فضاء للباحثين والأكاديميين والجامعين والمؤرخين للبحث والتطوير في مجالات الفكر والثقافة والتحديث، ويوكل تسييره والإشراف عليه لوزارة الشؤون الثقافية على أن تنطلق الدراسات فورا وعلى أن يشرع في الإنجاز النهائي سنة 2020. تخصيص اعتماد قدره 2.5 مليون دينار لإنجاز مشروع بناء مركب ثقافي بمدينة قصر هلال على مسافة 3600 متر مربع.
مع الإذن بالانطلاق الفوري في إعداد الدراسة على أن تنطلق الأشغال خلال سنة 2020. تخصيص اعتماد قدره 1.7 مليون دينار لإنجاز أشغال مشروع تهيئة شاملة لدار الثقافة بجمال، والإذن الفوري بإتمام الدراسات على أن تنطلق الأشغال بداية سنة 2020. تخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار لدعم الدورة الأولى للمهرجان الدولي للسينما بالمنستير الفيلم الأول المقترح تنظيمه خلال شهر أكتوبر 2019. الإذن بتخصيص اعتماد قدره 500 ألف دينار والانطلاق الفوري في إعداد دراسات إنجاز مسرح للهواء الطلق بساحة 3 أوت بمدينة المنستير على أن تنتهي كل الدراسات قبل موفى سنة 2019، وعلى أن يقع توفير الاعتمادات اللازمة لإنجاز مسرح الهواء الطلق بساحة 3 أوت بداية سنة 2020. في مجال التكوين المهني تخصيص اعتماد قدره 7 مليون دينار لإنجاز مشروع إعادة وهيكلة مركز التكوين والتدريب المهني بطبلبة على أن تنطلق الأشغال خلال شهر جويلية 2019. الإذن بتسريع تحديد الاختصاصات الجديدة لتأهيل مركز القطاعي للتكوين في الزرد والإكساء ببمبلة لتستجيب لحاجيات الجهة من المهارات والكفاءات، وتخصيص 7 مليون دينار لذلك. الإذن فورا بالشروع في إعداد دراسة لإحداث مركز جديد للتكوين المهني في مهن البحار بطبلب. في مجال التربية تخصيص اعتماد جملي قدره 14.1 مليون دينار لإحداث 5 مؤسسات تربوية جديدة: مؤسسة ابتدائية بالحي السادس بالمنستير، مدرسة ابتدائية بالحي السادس بالمنستير، مدرسة إعدادية بحي العمران بالمنستير، مدرسة إعدادية بالبقالطة، ومعهد ثانوي بحي العمران بالمنستير، ومعهد ثانوي بطوزة. تخصيص اعتماد قدره 8 مليون دينار لتوسعة وصيانة عدد 25 مؤسسة تربوية بمختلف معتمديات الولاية. في مجال الشباب والرياضة تخصيص اعتماد قدره 1 مليون دينار لتأهيل وتهيئة عدد 5 دور شباب بمعدل 200 ألف دينار لدار الشباب الحلية بالمنستير، و200 ألف دينار لدار الشباب بالمكنين، و200 ألف دينار لدار الشباب بالبقالطة، و200 ألف دينار لدار الشباب بجمال، و200 ألف دينار لدار الشباب بمنزل كامل، على أن تنطلق الأشغال في جميع المشاريع بالتوازي قبل موفى شهر جويلية 2019. تخصيص اعتماد جملي قدره 1 مليون دينار لبناء دار شباب جديدة بعميرة الحجاج بمعتمدية المكنين على أن تنطلق الأشغال في جانفي سنة 2020. تخصيص اعتماد قدره 500 ألف دينار لتوسيع مركز لتهيئة وتوسيع مركز التخييم والاصطياف بالبقالة على أن تنطلق الأشغال في أجل أقصاه موفى أوت 2019. تخصيص اعتماد قدره 50 ألف دينار لتهيئة دار الشباب بطوزة. في قطاع الرياضة تخصيص اعتماد قدره 1.9 مليون دينار لتعشيب 3 ملاعب رياضية ببلديات منزل كامل والبقالطة وزرمدين على أن تنطلق الأشغال بالتوازي في كل الملاعب قبل موفى شهر جويلية 2019. رفع التعطيل عن مشروع قاعة الرياضة بالمكنين بتخصيص اعتماد إضافي قدره 360 ألف دينار في تمويل ملحق الصفقة الذي تعطل بسبب التغييرات الطارئة في الهياكل وسقف القاعة، وتبين وأن الاعتماد الناقص تقريبا 700 ألف دينار، وقد أذن سيد رئيس الحكومة بتوفير كامل الاعتماد. تخصيص اعتماد قدره 350 ألف دينار لمشروع إعادة بناء حجرات الملابس بملعب الورداني على أن تنطلق الأشغال قبل موفى شهر جويلية 2019. وتخصيص اعتماد إضافي ب 250 ألف دينار لتهيئة قاعة الرياضة مصطفى بن جنات على أن تنطلق الأشغال قبل موفى شهر جويلية 2019. تخصيص اعتماد قدره 250 ألف دينار لإحداث مدارج للمتفرجين بملعب التنس بالمنستير على أن تنطلق الأشغال في أجل أقصاه جانفي 2020. تخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار لتهيئة الملعب البلدي ببنان وعلى أن تنطلق الأشغال في أجل أقصاه جويلية 2019. وتخصيص اعتماد قدره 140 ألف دينار لاستكمال تهيئة الملعب البلدي بلمطة على أن تنطلق الأشغال قبل موفى شهر أفريل 2019. تخصيص اعتماد قدره 100 ألف دينار لتهيئة القاعة الرياضية بصيادة على أن تنطلق الأشغال قبل موفى شهر أفريل 2019. وتخصيص اعتماد قدره 150 ألف دينار لتجديد أرضية قاعة الرياضة بطبلبة. وتخصيص اعتماد قدره 100 ألف دينار لتهيئة مقر المندوبية الجهوي. أيضا تخصيص اعتماد في مجال المالية، تخصيص اعتماد أولي قدره 1,620,000 دينار لبناء مجمع المالية ببمبلة ومقر أرشيف جهوي، والإذن بالانطلاق الفوري للدراسات.
في المجال الأمني. تخصيص اعتماد قدره 2.350 مليون دينار، يعني 2 مليون دينار، 2 مليون و350 ألف دينار لبناء مقر جديد لمنطقة الأمن الوطني ومركز الأمن الوطني بقصر هلال، على أن تنطلق الأشغال خلال السداسي الثاني من سنة 2019. تخصيص اعتماد قدره 2 مليون دينار لتهيئة وتوسيع مقر الفوج الجهوي لحفظ النظام بالمنستير وانطلاق الأشغال بداية السداسي الثاني سنة 2019. تخصيص اعتماد قدره 1.6 مليون دينار لبناء مقر جديد لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين وانطلاق الأشغال خلال السداسي الثاني من سنة 2019. تخصيص اعتماد قدره 1 مليون دينار لبناء مقر جديد لمنطقة الحرس الوطني بالمنستير في منطقة سطح جابر، هذيك البطحة اللي مقابلة البحر، على أن تنطلق الأشغال قبل موفى السداسي الثاني من سنة 2019. وتخصيص اعتماد قدره 750 ألف دينار لبناء مقر جديد لمركز الأمن العمومي للحرس الوطني بقصر هلال والمكنين. وتخصيص اعتماد قدره 650 ألف دينار لبناء الفضاء الأول بمركز التكوين المختص للحرس البحري بالمنستير، مركز التكوين المختص اللي هو بحذا برد المستير، هذاك مركز التكوين في الحرس البحري. تخصيص اعتماد قدره 650 ألف دينار لبناء مقر جديد لمعتمدية المكنين. وتخصيص اعتماد قدره 600 ألف دينار لإنجاز مجمع أمني للحرس الوطني بزاوية قنطش، على أن تنطلق الأشغال خلال السداسي الثاني سنة 2019، والإذن الفوري بالشروع في إعداد دراسة لإحداث منطقة جديدة للحرس الوطني بزرمدين. البنية التحتية ودفع الاستثمار، تعرفوا هناك المشروع اللي مخصص له اعتماد جملي قدره 303 مليون دينار لمضاعفة الخط الحديدي 22 بين سوسة والمهدية، يخصص منها 150 مليون دينار للجزء الرابط بين المكنين والمهدية، على أن تنتهي الدراسات سنة 2019 وانطلاق الأشغال بداية سنة 2020. انطلاق دراسات إنجاز مشروع تصريف مياه الأمطار بخنيس قبل موافاة سنة 2019 وتخصيص اعتماد بقيمة 4 مليون دينار لإنجاز هذا المشروع، وهذا كان طلب في هذا المجلس الجهوي، وأذن السيد رئيس الحكومة بتخصيص هذا الاعتماد بصفة استثنائية خارج ميزانية الدولة المبرمجة. تخصيص اعتماد قدره 2.9 مليون دينار لربط المنطقة الصناعية بمنزل الحياة بالغاز الطبيعي، على أن يقع إعلان طلب العروض قبل موافاة السداسي الثاني من سنة 2019. بالنسبة إلى البرنامج الجهوي للتنمية، تم تخصيص اعتماد قدره 16.1 مليون دينار لإنجاز جملة من التدخلات المتعلقة بالبنية الأساسية، طرقات ومسالك ريفية، وتحسين ظروف العيش في بعث موارد الرزق بمختلف معتمديات ولاية المنستير. في مجال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتمكين الاقتصادي للمرأة، تم تخصيص اعتماد قدره 13 مليون دينار لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة بالطريقة اللي تعرفوها الناس كل، عن طريق الجمعيات التنموية وعن طريق البنك التونسي للتضامن. الإذن بالإسراع في صرف الاعتماد الانطلاق للباحثين المتحصلين على الموافقة المبدئية بالبنك التونسي للتضامن. وتخصيص اعتماد قدره 200 ألف دينار لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر. في البرنامج في المجال الاجتماعي، الانطلاق في بناء وحدة محلية للنهوض الاجتماعي بزرمدين قبل موافاة سنة 2019. إحداث 3 نوادي أطفال بكل من بنان وبني حسان وعميرة التوازرة بكلفة جملية 2.1 مليون دينار. بناء مقر المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالمنستير سنة 2020 بكلفة 1 مليون دينار. وإحداث دار خدمات إدارية بكل من الوردانين وبنبلة وزرمدين. وإحداث دار خدمات متنقلة لتقريب الخدمات الإدارية بمناطق عميرة الحجاج وعميرة الفحول وعميرة التوازرة ومنزل فارسي وسيدي بنور وشرحيد. اهلا وسهلا بك سي الحبيب، انت واحد من المواطنين اليوم اللي تمتعتوا بعقد بيع وعقد صياغه مسكن اللي هي تبنيت على ارض الدوله. لو كان تعطينا فكره على في اي اطار اليوم اخذتوا العقد هذا؟ بارك الله فيك. العقد هذا هو الحقيقة مكنتنا الدولة اليوم من ملكية الأراضي اللي بنينا عليها احنا على حسن نية، وهي الأراضي هذه في حقيقتها معناها نعطيكم بسطة تاريخية على الأرض هذه. هي أرض ترجع لأجدادي منذ معناها قرون في الحقيقة، والدليل على هذا أنه الخمسة اللي تمكنوا اليوم مكننا السيد رئيس الحكومة من ملكية هذه الأراضي هي الكل من عائلة دار الأزرق. احنا الاراضي هذه كانت وقت اللي بنينا عليها احنا كانت عام 1959، وقع فيضان كبير في منزل نور هدم المنازل اللي كانوا عليها اجدادي معناها هذوما واهلي يسكنوا غاديكا. من بعد الزعيم معناها عمل لنا مشروع نتاع 570 دار معناها في منزل نور، هو حي جديد يسمى، هذا بلاد جديده احنا نقولوا. بون
الوقت اللي ولات الارض هذيك ما عادش عليها مساكن، سنيت والدوله اخذتها كتسبقه على السعر نتاع الديار اللي مكنونه منهم عام 1961 1962 هي حضرت على بعد الفيضانات. احنا حاليا وقت اللي من بعد الاراضي هذيك كيما تعرف ازمه السكن واحد، رجعنا احنا لاراضينا هذوكم وبنينا عليهم على حسن نيه، معناها ما عندناش معلومه اللي هي الارض هذيك ملك الدوله. وقتها احنا كيف تسجلت الاراضي هذيك باسم الدوله اعترضنا الحقيقه، معناها وبارك الله فيهم، معناها كما تلاحظ الدولة استجابت لرغباتنا ومكنتنا من الأراضي هذه بسعر رمزي اللي هو 20 دينار على المتر المربع الواحد. واحنا حاليا معناها 5 من الناس اللي هي البداية معناها، والناس الآخرين من بعد مش يلحقوا يكملوا معناها يخلصوا الأراضي هذه ويمكنوهم من العقود هذه. واحنا بالنسبه لنا توا كي تمكنا من العقود هذه حسينا باطمئنان، الا الاراضي هذيك والارض توا خاطر البناء حتى يمشي على حسب الارض هي وقت اللي ماهاش ملكنا نحسوا كأن ما عندناش مسكن، احنا بانيين صحيح وساكنين لكن ماناش مرتاحين، ما عندناش توا. احنا حتى حاليا حسب العقد هذا بعد 5 سنوات يولي عندنا الحق باش نبيعوا ولا نرهنوا ولا كذا. واحنا لحد الان الحقيقه بارك الله فيهم مشكورين، خاصه معناها السيد وزير املاك الدوله والسيد رئيس الحكومه والساده المسؤولين هنا على الاداره الجهويه على املاك الدوله اللي هما الحقيقه حلينا المشكل هذا. احنا تو نحسوا بالاطمئنان، فهمتني؟ عايش بارك الله فيك. ان شاء الله مبروك عليك. الله يبارك فيك وبارك الله فيكم، مشكورين صوت الساحل. عايشك يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم يعطيكم الصحه.